هسه خلي سزينه تجي وهي تجاوب وياك. لو بعد ماكو ظهور منو ماكو سزينه ما تظهر يعني بلقاء. ليش منو يعني اصلا كان برنامج اعرف لا هسه بالوقت الحاضر ليش ما يطلع؟ نورينا شويه سزينه. تفضلي سزينه هذا نيك مايك اخذي هذا تفضلي. هذا اهلا وسهلا نورتي. لابسين نفس اللون. تعالي هنا مرة نسوي هاي الشغلة. ايه لازم مو محضرة ولا هاي هذا الشال شيء ما تصوير. ها خليه بايدك كذا. ايه بيد هيك. ايه تريدين وقبل لا نصور اتفقنا اني ما ادخل. تمام. انا عندي فقره نورتي وشرفتي. اهلا وسهلا. لابسين نفس الالوان. ايه مو صحيح؟ ليش؟ هو صار هيك صار. أنا كنت ببداية الحلقة ما لحيت على السيد بسام قلت له عيونك هي بها هاي اللمعة وأنت تتحدث عن وزارة الدفاع. شوفي عينه بها نوع من الحزن عن الوزارة. هو عينه هي هاي لأن هو تأذى هواية. تأذى هواية وصار تمييز هواية. هسه أنا مو بموقع إنه أنا أحكي بمكانه بس تأذى كلش هواية. طلعت معارك تحرير سنة و3 أشهر أنا مداخل الوزارة. أنا كله هناك. تالي أرجع حالي حال الموجودين يعني حالي حال الموجودين بالدائرة اللي ما قبلوا يطلعون الواجب. ليش أنا العاد تدري إذا أنا طلعت واجب طلعوا ما مسوي لي مال أنبار ما مسوي لي كتاب رسمي. يعني أنا لو رايح بيها لو مستشهد لو مصوب لو مالي أي حقوق. تدري ما تدري اكو كثار مثلك هيجي هواي اكو موجود مظلومين. انت تدري هسه اليوم ايش قد بالشهر؟ اليوم 13 اب. 13 اب. تدري انا جبت كتاب من المفوضيه. اي نعم. جامعه الدفاع. زين. ردت من طلبوا من عندهم الوثيقه. اليومك هذا ما اعطوني وثيقه. ليش؟ كتبون علمونا يا دوره. صدق كذب. شنو علمونا يا دوره؟ جامعة الدفاع اللي هي مسؤولة عن الكليات العسكرية وأنا كلية عسكرية أولى. شنو علمونا يا دورة؟ ضابط كان عندكم مقدم مال برنامج مال وزارة الدفاع اللي هو البرنامج الوحيد كان عندكم من الوزارة. شلون خلي ضابط برنامج يقدم برنامج وانتم ما عندكم أوليات؟ ما تقولون هذا ضابط منو؟ مزعج. يعني تريد تروح مثلا سفر مقدم على سفر والله تدقيق أمني 6 أشهر ما جتني الموافقة مالتي وغيري يروحون سفر. الاستقالة؟ لا هاي قبلها من كنت بالخدمة. وغيري يسافر بدون موافقة. زين. هاي عادي. زين تدقيق امني. ايش وقت يسوي لي تدقيق امني؟ لا اذا اني باكر عقبه دعت لك خبر. زين. بالتلفزيون. زين. دعت لك خبر انا طلعت وبالانستغرام دعت خبر راح تصدقني الناس يقول لك هذا موثوق هذا مقدم مال برنامج مال الدفاع. اي شيء يصدر من عنده للدفاع رسمي. صح. لقيت بيان ودرت وجهي ورحت سافرت. اذا انتم ما عندكم تدقيق امني علي عشان تخليني جيبوا لي تعهد تعال وقع لنا ما تنشر صورك عسكريه. فتحتي الجروح. شفت لو جايه من زمان كان اخذ تصريح هذاك. توقع لنا على ممنوع تنشر صورك عسكريه. يا بنت مو اطلع بالقناه الرسميه مال الدوله لابس عسكري. على شنو يعني تخافون علي لو شنو القانون؟ يعني انت ممنوع من لبس. تعال وقع انه ما تنشر انت صور عسكريه مثل ليش؟ يعني اذا واحد ليش انا دا اطلع بالتلفزيون قناه رسميه ليش اوقع هذا؟ كان يقول لي هو هذا لازم توقع. كله راح يوقعون يعني عليه. انت ما لك حق حاليا تنشر من ارشيفك العسكري؟ اي يقولوا لي هاي تنشرها بس غير شيء اي صوره عسكريه ما يصير. قلت لهم اوكي انا دا اقدم برنامج. يعني انتم تخافون علي لعد ليش مطلعيني؟ ليش مطلعيني بالتلفزيون؟ زين والعالم هي تدري النشر انه واحد انه ما ينشر عسكري حتى العالم ما تعرفه انه هذا عسكري صح؟ تمام. ليش تخلوني وانا دا اطلع عسكري؟ كان يقول مو هذا هو على الكل انه راح يكتبون هذا. قلت لهم على الكل بس اكو انا دا اطلع بالتلفزيون دا تطلعوني على الموقع مال وزاره الدفاع. قمت انا كتبت امتنعت لانه انا مقدم مال برنامج. ليش ما سويت مقابله لرئيس الوزراء؟ مش انا اصلي هو موافقه مال السفر 6 اشهر. اذا رفع موافقه مال رئيس الاستقاله مالتي سنه وشويه. وغيري اليوم صرح انه استقال ثاني يوم تلقاه هو مستقيل. هسه اللي يسمع يقول السيد بسام عنده واسطه قويه ويطلع بالتلفزيون ومعروف وبقلم. اخوي كلها جبتها بزودي. لا حد متفضل علي وماكو مكان داومت به اذا ما كنت متميز واتحداهم. اسمي مكتوب بالكتاب مال مستشارية من قومي.
خلي يروحون يجيبون كتاب مال المستشار إيش الامن مكتوب؟ القومي على عمليات التحرير. أي. اسمي مكتوب لان اني خلوني من امر. القاده كانت وياك؟ انا مو احنا شنو كنا العمليات المشتركه، العمليات المشتركه ضمن كل الاجهزه الامنيه. اي نعم. فكنت تطلع ويا كل الاجهزه تتذكر الامنيه. القيادات الكبار؟ اي كان الفريق عبد الغني الاسدي، إيه. والفريق الساعدي، عبد الوهاب الساعدي، وكان فريق عبد الامير يار الله انه ما ينزل. إيه. تمام. هي من البدايه هو كان نائب قائد العمليات المشتركه. غششيني موجود شو هنا. اسال بعد حتى ينثار غضبا، خلي ينثار غضبا. ما قلتي لي عيونها هي هيك عصبيه وهذا لو؟ لا هو يعني مو عصبي، بس بسام كلش انسان حقاني وقانوني، يعني حتى بالبيت بالمناسبه، يعني الشغله لازم تكون كلش ستريت قانونيه. اي يلا معدله، يعني الشغله لازم مضبوطه. بعدك ماشي على هذا ايه. هذا شوف رسالة، احنا ليش نحب الشعب الياباني إيه. والاسيويين؟ نقول النظام عندهم، اذا النظام حلو. عندي سؤال، خلي شويه نطلع من هذا الجو، بما انه ما اشوفكم تنشرون مشاكلكم وخلافاتكم العائليه ليه؟ على التواصل. ليش انشرها؟ احنا ما يدرون اذا صارت مشاكل بالمناسبه، يعني احنا حالنا حال اي بيت، يعني تصير مشاكل اكيد. بس عيب، يعني مو المفروض كانت عيب. اكو خصوصيه؟ لا يعني العائلة. مثلا ايه كانت عيب، احنا بعدنا على كانت. اي اكو كانت عيب. إيه. هسه بعد ماكو عيب. والله بعد كل سؤال واحد هو وتفكيره. انا بالنسبه لي عيب. بالنسبه لي اكو الحياه الزوجيه وخصوصيه، هاي واحد البيت ما تطلع ما تطلع. طبعا. زين. بقى غيري يريد يطلعها، هاي هو قرار إله، هو رب الاسره. تمام. زين، اليوم عندنا مشكله. اي بايدك مايك عادي ماكو. اي يلا هاي. احنا اصلا اليوم دخلنا بالسوشيال ميديا وغرف النوم، دخلنا الاكثر تفاصيل إحنا. خصوصيه. يعني كسوشيال، العالم انا كمواطن دخلت شفت غرف نومهم وشفت تفاصيل كلش هوايه، والمحتوى الهابط يطبق على ناس وناس صراحه. يعني هوايه اكو ناس المفروض تصير بالمحتوى الهابط، لان تقدم محتوى جدا خادش للحياه وغير مناسب للمجتمع العراقي، ويعني لأن القانون هي مو تقييد حريات، بس الحريه لازم يفتهموها شنو، والخصوصيه يفتهموها شنو، واحترام الغير. تشوفون نسبة واحترام الغير يفتهمون شنو. الافشار بالتواصل. هو ليش دا اقول لك يعني انه من تحكي وياهم مثلا هسه دا يصدر قانون او تداعي بيه، يقول لك هذا تحارب تقييد الحريات. هاي مو حريه. انت اليوم من تيجي تغلط اكو كثير من الاطفال من المراهقين يتابعون، يجوز يتاثرون بيك. تمام.